ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بحبكم في الله، وحشتوني. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اكلة النهارده بسيطه وجميله، وهجيبها من باب التلاجة. بصي كده هتلاقي كل الوصفه عندك في باب التلاجة. عندي هنا شويه زيت، هنحط فيهم بصلتين كده حلوين، وسط او واحده كبيره، ونقطعها او نشوحها كده زي ما انتم شايفين لحد ما توصل اللون بتاعنا ايه، الذهبي الجميل ده. تمام. هفضل كده معاها كده ايه، وعندي طماطم متقطعة قطع صغيرة كده، هنزل بيها على الطماطم، وهفضل اقلب فيها كده ايه لحد ايه ما الطماطم معايا تدبل. اسيبها شوية تدبل. توحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنحط بقى الملح بتاعنا والتوابل اللي هنحطها. ماشي، فلفل، كزبرة، توم باودر وبصل باودر، 7 بهارات. بس حاجة بسيطة خالص، وتوابل مش كتير. تمام. اه، معلقة صغيرة كده من كل حاجة. وانت طبعا الملح بتاعك تظبطيه. أكلة بقى جميلة بتشبع، ولا تسبيك، ولا دهون بقى كتير، ولا حاجات في الحر ده احنا مش طايقين نفسينا. فاحنا عايزين نعمل ايه، أكلات سهلة كده وسريعة، وما توقفش قدام البوتاجاز كتير. عندك بقى شوية فلفل ألوان كده، وقرن فلفل حامي ما يضرش. ماشي. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض كده لحد ما يستوي. انا عايزه الطماطم تبقى مستويه. تمام. اكله هيعجبكم قوي، والله والله الاكله دي لذيذه جدا جدا جدا. اه، احط بقى كمان ايه، معلقه توم صغير. انت عايزه توابلك التوابل بتاعتك تظهر والريحه تفحفح، حطي معلقه توم. تمام. دي بتقلب الدنيا وبتودي الاكله في حته تانية خالص. انا بحب التوم جدا، وبعدين التوم مضاد حيوي، فما بيتحط مع الاكل بيبقى جميل. جينا بقى ايه للبطل بتاعنا النهارده. لا هنقول لا لحمه ولا هنقول فراخ. بيض. كل واحد بيضة، يعني حسب عدد الأسرة عندك. طبعا بعمل ايه، بتخر كده الطماطم، بعمل لها فتحة كده وبحط ايه الطماطم البيضة. طبعا 5 أفراد، بسم الله ما شاء الله في وش العالم. تمام. انا بقى ايه مش هقلبها دلوقتي. امي الله يرحمها كانت بتعملها، وهي اللي علمتها لي. طبعا كانش حد بيعرف يعملها زيها. طبعا انا مش هقلبها ليه بقى، انا عايزة كل حاجة تحتفظ بلونها. الابيض ابيض، الاصفر اصفر. تمام. فانا اول مش هقلبها الا لما احس ان البياض خلاص مسك نفسه، عشان تبقي شايفه البياض من الصفار من الطماطم، كل حاجه تبقى كده ايه محتفظه بلونها. تمام. اه، هزود بقى شويه فلفل اسمر عشان البيض. وبقت جاهزه معانا كده. هسيبها بقى ايه تنشف كده لحد ما تنشف السوائل اللي فيها تبقى مية مية. عندي بطاطس صغيره كده، ما هيش كبيره ولا حاجه، رخيصه. تمام. ايه هفدخها كده ما بين ايديا، يعني هقرص عليها كده ما بين ايديا، تتفتح من الجناب كده، بتتحمر بقى وتبقى طعمها جميل قوي. ما احنا بقى يعني مش دايما هنجيب بقى الاسعار العاليه، احنا بنحاول نقضيها ونمشيها، احنا في اواخر الشهر وعايزين نعدي يومنا. تمام اهو. بصوا، بصوا بقى ايه، استنوني وشوفوا بقى شكل البطاطس دي هتبقى شكلها ايه لما تتحمر. تحفه، تحفه بجد. هو مش لازم دايما نجيب بقى الحاجات اللي هي درجة أولى لا، أنا بحاول ألف في السوق كلاته وأدور على الأسعار اللي أقل، والحاجة اللي تبقى معقولة وتناسب كل واحد. كل واحد بيجيب اللي يناسبه. طبعا بقلبها كده. بصوا منظر البطاطس بالله عليكم، دي ما تجوعش. بصوا منظر البطاطس، البطاطس الرخيصة. والله ما فاكرة أنا كنت جايباها بكام، بس كانت رخيصة عن البطاطس الكبيرة. اهو. بتبقى طعمها بقى تحفة. العيال بيعشقوها، بياكلوها كده ايه حاف. اه، جميلة جدا. طلعها بقى كلها. وانا عاملة بقى إيه تتبيلة كده برشها على البطاطس، ملح على كمون على فلفل اسمر على كزبرة، وبقلبهم كويس كده. وايه، وبرش عليها، عاملاها في علبة توابل كده لوحدها. دي رشة البطاطس بقى، تتبيلة البطاطس. بصوا شكلها تحفة جميلة، ومقرمشة بقى كلها اهو. وادي البيض اهوت الشكشوكة، وكنت قليه شوية بتنجان اهو. بصوا بصوا مقرمشة تحفة.
تنسوش بقى لايك واشتراك وكومنت حلو، عشان بعمل لكم وصفات على قد الايد ومن باب التلاجة، ومش هنكلفك ولا هتنزلي تجيبي حاجه من تحت. وادي الفلفل ده كنت محدقاه، وده البصل اللي احنا محدقينه مع بعض. هحدق لكم الفلفل ده تاني عشان القرب بتاعي يخلص. هنحدقه مع بعض وهوريه لكم. يفضل كده لحد اخر واحده فيه. يلا متنسوش بقى لايك واشتراك وكومنت حلو. بحبكم في الله. سلام.